هلو يا حلوين، الشتا دخل واول حاجه عملناها لبسنا شتوي واتدفينا والدنيا بقت زي الفل. وهنقابل اكتر مشكله في الشتا وهي جلد الوزه، وان احنا عندنا جلد ميت كتير قوي في جسمنا ومحتاجين كده سكرابات وحاجات تضيع جلد الوزه، وكمان عايزين نضيع الحبوب. تعالى اقول لكم عرفت كل ده ازاي. البسمله، براند البسمله اول حاجه لازم اقول لكم ان هو براند مصري 100%، ولازم كلنا نشجعه. ده اول حاجه. جروب بنوته جميله عاملاه يجنن، منتجات طبيعيه 100%. واول حاجه هتضيع معانا جلد الوزه السكرابين دول. السكرابين دول يا جماعه هحكي لكم عن كل واحد فيهم بيعمل ايه. اول واحد وهو سكراب القهوه. طبعا مش هنتكلم عن حلاوه وجمال سكراب القهوه اللي بسمله عاملاه. بصوا يا جماعه ده فظيع، انا مخلصه منه كتير جدا. طبعا سكراب القهوه بيعمل معاكي تفتيح، بيعمل معاكي كتير جدا. طبعا يا جماعه ده بيشيل الجلد الميت كله. لو انت واظبتي على استخدام السكرابين اللي انا بقولك عليهم دول هتقولي باي باي لجلد الوزه خالص، وجلدك هيكون ناعم جدا. ده بقى وانت في الشاور وتكوني في الميه السخنه بقى كده وفي بخار، تعملي جسمك كله سكراب القهوه ده وهتلاقي تفتيح، وهتلاقي يعني مش عايزه اقولك نعومه فظيعه عامله ازاي. سكراب القهوه ده مختلف عن اي حاجه، مليان زيوت طبيعيه بجد يا جماعه فظيع. نيجي على التاني ده بقى، النينجا بتاع البراند ده يا جماعه. سكراب اولا ريحته فواحه، ريحته بارفان. يعني هتعملي سكراب وبعد ما تطلعي من الشاور جسمك هيفضل بريحه البارفان اللي فيه ده. مش بس كده، هو اصلا حاجه كده جلوي قوي. بصوا يعني هو بيسيب جسمك كله لمعه. يعني بعد ما تعملي السكراب مش بس هتاخدي نعومه وريحه حلوه، لان هو هيخلي ريحتك ثابته جدا بعد الشاور، لا ده كمان هيخلي جسمك كله بيلمع. فاحنا الاول كنا بنعالج جلد الوزه بسكراب القهوه، يا سلام بقى لو بعديه كمان شويه لمعه من دي وتطلعي من الشاور بتاعك وانتي بتلمعي وريحتك تجنن. ريحته يا جماعه فظيعه، بتثبت في الجسم جدا بعد ما تخلصي. يعني بعد ما تخلصي بقى السكراب وتغسلي جسمك بتفضل ريحه جسمك فظيعه. تعالوا بقى كده بعد لما اغسل الايد دي، اولا الايد كلها نعومه. عايزه اقول لكم الايد دي ريحتها تحفه، والايد التانيه ما فيش ريحه، يعني ما حطيتش فيها بقى. فعايزه اقول لكم ان دي بتفتح معايا وفيها لمعه، لكن دي ما فيهاش ريحه. دي بقى هتفضل ريحتها تجنن. عايزه اقول لكم السكراب بجد اللي هو الاخير ده فظيع. ريحته يا جماعه هما الاتنين احلى من بعض. فانتي لو جبتي الباكج ده كده مع بعضه هتتبسطي جدا وجسمك هيتبسط وهتقولي باي باي لجلد الوزه. تعالوا بقى كمان نودع الحبوب. كريم للحبوب. الكريم ده بقى تركيبه فظيعه جدا من مواد طبيعيه، مجموعه تركيبات مع بعض عملتها علشان تعالج الحبوب. عايزه اقول لكم حلو جدا جدا للحبوب. لو عندك حبايه بدات تظهر في وشك، او عندك احمرار بدا هيعمل حبايه، او عندك اثار حبوب، الكريم ده لو واظبتي عليه هتتبسطي جدا وهتقولي فعلا ان الكريم ده حلو جدا للحبوب. سريع الامتصاص، ودي اكتر حاجه عجبتني فيه. هو ريحته مش فظيعه بس هو فظيع جدا وفعال للتركيبه بتاعته للحبوب. هتتبسطي منه. الاهم من كل ده ان الاسعار يا جماعه تجنن، اسعار فظيعه مش هتتخيلوا اسعار المنتجات اللي انا جايبها لكم دي. وزي ما قلت لكم براند مصري بنوته لازم نشجعها. هي ما رضتش تسيبنا كده، كمان عملت لنا شويه سبلاشات اسعارها اولا مش هتصدقوها على قد الايد جدا، بروايح فظيعه. ده كان اول واحد فراوله، وانا من عشاق الفراوله والروايح الشوجري. ده فظيع. ثبات السبلاش فظيع. طبعا السبلاش ده ما نقدرش نستغنى عنه في حياتنا. بعد ما خدتي الشاور الاولاني اللي عالجتي فيه جلد الوزه وطلعتي كده، نكمل بقى بالسبلاشات بتاعه البسمله. حاجه فظيعه فظيعه، ثبات وريحه حلوه، واهم من كده السعر فظيع. انتوا هتسالوا على اسعار كل حاجه من دي مش هتتخيلوا. ده كان نوع تاني. بصوا ده حاجه كده، يعني حسيت ان الريحه دي شتوي قوي لانها راقيه كده شويه، مدياني على نوع بارفان بس مش فاكره ايه هو. ده بقى كوكونات للناس اللي زي كده بتحب الفواكه والحاجات اللذيذه دي. بجد يا جماعه البراند مليان منتجات تجنن، منتجات طبيعيه 100%، منتجات سعرها حلو جدا جدا جدا، وخصوصا ان هو براند مصري 100%. ولازم كلنا نشجعه وندخل الجروب. هتتبسطوا جدا جدا من الاسعار. ما تنسوش كمان ان السبلاش ده نحطه بقى على جلدنا براحتنا لان كل مكوناته طبيعيه. بجد المنتجات اللي جربتها من عند البسمله عجبتني قوي، ولازم بجد كلكم تجربوا، ولازم تدخلوا تشجعوا البراند القمر ده وتشجعوا البنوته الجميله اللي عامله الحلويات الحلوه دي، وتسالوا على الاسعار لان بجد بجد هتتفاجئوا من الاسعار. كل الحاجات سعرها حلو قوي. سايبه لكم اللينك. باي باي.